النهاردة هنعمل تتبيلة سهلة وبسيطة، تنفع في كذا وصفة بالطريقة اللي بتحبيها. لو عايزاها مشوية على الفحم ممكن تستعمليها، او لو عايزاها في الفرن، او لو عايزاها تبقى على صينية بطاطس. اي حاجة، اي وصفة انتي تفضليها ممكن تستعملي التتبيلة دي. ده معانا بصل، طماطم، فلفل، ليمون، مستردة، دبس رمان. دي التوابل. اي توابل عندك، يعني اللي موجود تقدري تحطيه، واللي مش موجود مش لازم. ده كركم، خلطة بهارات، كزبرة، زعتر، كمون، بابريكا، فلفل، ملح. اللي موجود منهم متاح عندك في المطبخ استعمليه، اللي مش متاح مش مشكلة. بس الكركم بيدي طعم حلو قوي في الوصفة دي. بس برضو لو موجود يعني موجود، مش موجود خلاص. هنحط كل دول مع بعض في الكبة ونضربهم ونتبل بيهم اي فراخ عندنا. هنا ده عصير ليمونتين او 3. نحط التوابل بتاعتنا كلها. حط شوية صغيرين، يعني معلقة صغيرة كده صويا صوص، معلقة صغيرة مستردة، شوية دبس رمان لو موجود. لو مش موجود عادي خالص، الوصفة تمشي من غيره، بس لو موجود هو بيدي طعم حلو برضو. اهم حاجة بقى في وصفة النهاردة هو زيت الزيتون. زيت الزيتون مع الزعتر والليمون يا جماعة بيدي طعم خرافي بجد في التتبيلة دي. في ناس كتيرة ممكن تستغرب يعني زيت الزيتون مع الفراخ، بس بجد هو مع الوصفة دي بيدي يعني طعم غير طبيعي. هنا عندي فرخة 4/4. ممكن كمان تستخدميها في فرخة سليمة، ولو عندك اللي هي البتاع بتاعت الشوي اللي بتتحط على الفرخة بتتحط عليها دي ممكن تخليها فرخة سليمة، او انا مقطعوها علشان بحبها في الصينية وادخلها في الفرن. يعني ممكن تستخدميها مع دبابيس بس، وراك بس، صدور بس، اي يعني المتاح عندك تقدري تستخدميها. دلوقتي هنحط التتبيلة بعد ما ضربناها في الكبة. ممكن كمان تحطيها في كيس حراري وتشيليها في الفريزر وتطلعيها في الوقت اللي انت تبقي عايزاه فيه، تحطيها في الفرن. احنا بنبقى عاملين فتحات كده في الورك وفي الصدر، نحشيها بالتتبيلة بتاعتنا. ممكن تتبليها قبلها بليلة وتسيبيها في التلاجة. كل ما قعدت في التتبيلة كل ما بقى احسن. بس لو ما عندكيش وقت تقدري ايه تستخدميها على طول، تتبليها وتحطيها في الفرن على طول. ده بيبقى صوص جميل تحتيها. ممكن نتبلها ونجهزها لو عندنا مثلا عزومة، عندنا مناسبة كبيرة وعايزين نشوي على الفحم، نتبل اي بقى عدد ممكن ونستخدمها، نسيبها في التلاجة ونجهزها على طول على الشواية. هنا الفراخ يا جماعة هي بعد ما استوت في الفرن، هنعمل كده حركة ظريفة قوي. لو بتحبوا بقى طعم الفحم، يعني ريحة الفحم في الشوي، فحماية نديها شوية زيت، ونغطي الصينية 5 دقايق تكون خدت ريحة الايه الفحم، كأنك شويها على الفحم بالظبط.